السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي أول مرة تشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش تدوس على كلمة اشتراك وفعل الجرس عشان يجيلكوا كل جديد. تمام. هتعملي ايه النهارده يا فاطمة؟ النهارده يوم السبت طبعا زي ما انتم عارفين. هي دايما بتعزمني على الغدا، يعني هي بتجيب الأكل وتعمله، بتجيب الأولاد وبتيجي تتغدى معايا. تمام. بتقولي اليوم ده راحه ليكي يا امي، خليكي قاعده وانا قاعده هجيبك لغايه البيت. فعلا زي ما هم كتبوا لي في التعليقات ان بنتي اولى بيا، بس هم بيكتبوا التعليقات دي وهم ما فهموش الفيديو ولا فهموا ان انا بتكلم على ايه. اولا انا لما كنت بتكلم في الفيديو بقول حكايه الزياره ان هي تعالي نزور امي، تعالي نزور امي. فبتقول لي الوقت امك انا رايحه لامك، انا رايحه لامك. هي ما بتجيش تعمل حاجه، مش بتيجي تقضي حاجه ولا انا بخليها تعمل حاجه. انتوا شفتوا الفيديوهات كانت بتبقى قاعده على الكنبه وانا اللي بقضي وانا اللي بعمل. ولو كانت بتغسل طبعين كانت بتغسلهم عشان تصور الفيديو. ليه بقى الناس فهمت الفيديو غلط؟ اللي هي حبت تفهم بدماغها هي، ليه فهمت ان انا بطلب ان هي تعمل لي؟ معلش، وانا مش شايفه وانتوا شايفين حضراتكم ان ابني هو اللي بيعمل؟ فانا هطلب منها ايه؟ الله يعينها، الله يعينها على اللي هي فيه وعلى ابنها، وان لسه صغيره ومش فاهمه حاجه واهلها اصلا ما علموهاش حاجه، فظلموها باللي هي فيه، هي انها اتجوزت وشالت مسؤوليه، فالله يعينها. الناس بقى اللي داخله تهاجم دي، حضراتكم بتهاجموا على اساس ايه؟ هو انا قلت في الفيديو ان هي قلت لك عليه تميني؟ طب طب انتوا عشرتوا له العمر كله، هل انتوا عارفيني انا من النوعيه اللي بتتكل على حد ولا بحب حد يعمل لي حاجه؟ ما اظنش طبعا. فبوضح يا ناس، الفيديو بيتكلم عن الزياره. ليه كانت بتيجي تزورني؟ تمام، يلا روح لامي. هو انت كل شويه توديني عند امك وكل شويه توديني عند امك؟ انا عايزه اروح لاهلي. لا انا عايزه اروح لاهلي. قلت له حبيبي خليها تروح لاهلها، خليها تروح لاهلها، او لها اولى بيها. تزورهم، تزوروها، تخدمهم، يخدموها. اهلها اولى بيها. بتكلم على الزياره يا ناس اللي دايما عايزين تحطوني في صوره وحشه وفي صوره غلط. انا بتكلم على الزياره، ان هي تيجي تزورني. هو انا مش ام ومن حقي اقعد بحفيدي واشيل حفيدي واقعد بيه؟ هو انا مش من حقي ده؟ بس مش عايزاها اجباري، مش عايزه حد يفرض ان انا افرض نفسي على حد اقوله تعالى زورني. دي بتبقى رحمه من عند ربنا بينزلها على عباده، ان قلبه يبقى فيه رحمه. فلا تستنى من حد الرحمه الا من رب العالمين. يا رب تكونوا انا فهمتكم وقصدي. والفيديو ايه رغم ان الفيديو موضح نفسه؟ انا بتكلم عن الزياره. زيارة ان انت تزيري اهل جوزك بابنك وعيالك عشان يكبروا يلاقي ليهم اهل وعمات وخالات وعمام، يبقوا متربيين في وسط منهم، ما يطلعوش في الدنيا لوحديهم مقفول عليهم بابهم طالعين مش فاهمين حاجة في اي حاجة. فكفايه حرق دم بقى، يعني كفايه حرق دم للولد، كفايه شقاه وتعب وهدد حيله في قلب البيت وكمان بره وجوه، وانا نفس الطريقه حرق دم وكلام. انتوا بتستفادوا ايه من ده؟ افهم انا انتوا بتستفادوا ايه من حرق الدم ده؟ وبرده كاتبين لي طب وضحي لنا إيه انت تقصدي ايه؟ اديني وضحت لكم. انا ما بطلبش حد يخدمني ولا يطلب مني. انا اللي مرضوش على بناتي مرضوش على بنات الناس، فما اقولهاش تعالي خدميني. ليه؟ هو انا عاجزه؟ استغفر الله العظيم يا رب، ده انا لو عاجزه مش هقول لها تيجي تخدمني. تمام. انا ما بيعجبنيش عمايل حد اصلا، لا اله الا الله. وبعدين خلاص اللي كاتبه كانت تعليقات كتير جدا عندي، انت عايزه اللي يخدمك عايزه اللي يخدمك. هو انت ما بتشوفيش ابني بيعمل ايه ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. تبقى لك نضاره حبيبتي عشان تشوفي مين اللي ينظف مين يا ستي كتكوته. ده انا النظافه اللي بتخر مني لو نقطت عليكم تعلمكم النظافه. تتكلمي في ايه؟ فالكلام ده طبعا يخص التعليقات ال 35 تعليق. استلموني كلام. انا عارفه ان انتوا عارفين الصح فين والغلط فين، بس انتوا متعمدين ان انتوا تعملوا مشاكل، متعمدين ان انتوا تكبروا الموضوع. تمام. فحبيت اوضح له الانسه اللي كانت طالعه كاتبالي تعليق باحترام، بتقولي طب وضحي معنى الفيديو ايه عشان دي ما فهمناش منك انت بتقولي ايه. اديني وضحت لحضرتك انا بتكلم على صله الرحم والام والاولاد والحفاد ويتلموا مع بعض زي النهارده كده يوم سبت. تمام. يوم سبت النهارده موجودين. اختي وولادها جايين، بنتي وولادها جايين، اولادي الصبيان موجودين، ناقصهم ابني وابن ابني بسبب مرات الابن اللي بتقعد تقول له كل شويه عايزني ازور امك، كل شويه ازور امك. فانا قلت له يا جماعه
ريحوني من وجع القلب ده. لا تقول لك امك ولا امي، خليها قاعده عند اهلها تزور اهلها. يعني هي بسم الله ما شاء الله لما بتروح اهلها بتعمل لهم حاجه، ما برضه نفس الطريقه ما بتعملش حاجه، بتفضل قاعده. فاحسنوا الظن بالله عليكم عشان ما تخنقونيش وتعبتوني نفسيا. فهمتوا؟ انا بتكلم على صله الرحم. الام اللي تتعب وتدفع الدم وتكبر ولادها وتقف جنب ولادها، في الاخر بيتقال لها عندك لحد كده، مش بيقولها تعالي نضفي. ايه ده؟ يلا تابعوا الفيديو، ولو عجبكم اتعملوا لايك، ولو انا ضايقتكم معلش. والناس اللي بكت بسبب امبارح بجد اي حاجه تهقر، والله العظيم حاجه تهقر. فتمام، فيلا بينا كده نشوفوا يومنا النهارده هيبقى عامل ازاي. واللي ما عملش لايك يعمل لايك. مستنياكم. انا طبعا هحاول بقى ايه اوسع مكان. طبعا انا كنت هفرش في الارض اصلا عشان نلمهم ناكله كلنا مع بعضينا، بس ام ملك رجليها وجعانها ومش هتنفع ان هي تاكل في الارض، فانا هفرش بقى علشان ام ملك تاكل ايه براحتها. شيل بقى مفرشنا الجديد اللي احنا عملناه ده. تمام بالشكل ده كده. تمام يا بنات. بس لسه بقى هيبقى ايه ما نزلتش بقى هي والاولاد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بصوا الكمال، بصوا المجوج، بسم الله. احلى رز مفلفل اهو. بصراحه انا ما اكلتش، مستنيه مذنبه نفسي عشان نشوف الاكل ده حاجه حلوه والله. اليوم دوت ابص الاقي اكل يجي لغايه عندي، ما افكرش النهارده انا هعمل اكل ايه. محمود تعالى شيل القطط دي، امشي يلا من هنا. هدى نعم تعالى خدها يلا. اخد تعالى خد القطه دي يلا، تحطهم البلكونه هما الاثنين، يا تحطهم في الاوضه. يلا نحط لهم اكلهم. اجري اجري. بصوا يا بنات، احلى رز طالعين. لا مش تبعنا، مش تبعنا، خسر دلعنا. تمام. بصوا احلى رز. عبي بقى الرز ده كله. تعالي يا ام ملك، عملت لكم على الترابيزه خليني اهو. عامله بس؟ لا مش بس. ازيكم عاملين ايه؟ خدي وصل النور. دفعتي؟ ده بقيت اروح من امبارح. لا اصل وانا النور زعلانه امبارح ان جيت على نور انا مش موجوده. هو انت كنتش موجوده امبارح؟ امبارح؟ اول امبارح. اول امبارح. لا اول امبارح انا جيت تمثل قتيل، مش انا قلت لك جيت ما عملتش اكل من التعب، كان عندي شغل، ضغط شغل جامد قوي، انت ما حسيتش. الله ينور. فاللي هو الراجل قال ما فيش حد هنا، فالرحمه قالت له، قلت له طب خد ادفعي. الحمد لله انت عامل فلوس حبيبي يا يوسف، انت بردان ولا ايه؟ ما عنديش بدل، عامل كده منظر وخلاص. ايه اللي انت عامله ده؟ والله عامل منظر. كده بصي. ايه ده عليهم؟ انوس تعالى سلم عليهم يا انس. تعالى هنا جنبي انا هشوفك. ده تبعنا. الله على الملوخيه وجمالها. بص يا انوس، لا خد. يا كمالو يا كمالو. هو احنا مش هنعمل جواكي. احلى ملوخيه دي ولا ايه؟ قعدنا نص ساعة ناخد في الورق. مش عارف نقدر نروح السوبر ماركت. والله نص ساعة. بص الملوخيه وجمالها. لا احلى ملوخيه. كراش برتقال. كراش هاوس بورد. بتدفع على وش وانت عشان تاخد من الورق مفيش لازمة. لا انت تبقى سبورت سبرايل سبورت سودا وسبورت. فين هنا؟ انا لسه بقى صح. مش انا. عشان انا نسيت. متفكش معايا؟ راح تجيب فاكهه؟ لا مفيش مساء يلا. المهم ساعة. ما حد قال لك تلبس الكمامه وتمشي نفسك. بس بيكبي. بيكبي. دافي. ما يتكلموا. مفيش. عايز تفتح. فول بالطماطم وبطاطس. يا جماعه احنا جعانين، البطاطس لسه ما نزلتش. احنا عرفنا ان الموضوع فيها صينيه بطاطس، انا ما فطرتش. وانا بقالي 3 ايام نفسي مسدوده مش باكل. والله العظيم. الساعة دلوقتي كام؟ الساعة كام؟ استنى اشوف لك الساعة. امبارح فتره من المغرب.
نظفت البيت وعملت وانا انا امبارح فطرت الساعه 4:30 عقبال ما فاطمه ما جت وقالت البانيه في الضلمه. مخلي جميل جدا. احنا كلنا قاعدين مستنيين هبه. الملوخيه عاملاها جميله. الملوخيه عاملاها روعه، تسلم ايدك يا هبه. ربنا يعينيك يا رب ويسعدك ويفرح قلبك ويرضيك يا رب. اللهم امين. العيال لقطوا الاكل يا حبيبي. انا ما اكلتش يا عم محمد، خلي بالك. خد يا ولد. وسعيد، طب وسعيد عشان سخنه. حتى يا عيني يا ابني. يا نهار ابيض. لا ده انت غرقت يا خلاص. ايه ده الدنيا بتشتي؟ بتشتي طبيعي. بتشتي بطاطس. والله الجمال. بابا اهم حاجه في الدنيا. بابا حلوه حلوه. قلبت مرتين. نعم ماما قعدنا ناكل في الرز. اتقلبت مرتين. بسبب البوتاجاز بتاعها. حلو. تعالى هنا، تعالى انا عشان ربنا يستر الكهرباء تقطع مني. الميه هتقطع. بسم الله ما شاء الله. شكلها بتقول مقطع. كله من هبه. لسه ضاربين صاروخ من شوية. لا الصاروخ ما طلعش لحقوه. قال ايه لقوا جسم غريب في الهدنه. مع الواد ازاي يا استنى خلاص. اقفل. اقفل وافتح من جديد في البلكونه. مفيش. احلى وراك ودبابيس. هبه عملت فراخ النهارده عشان عارفه ان انا بحب الصدور. ايوه ما بتاكلوش. وبعشق هما بياكلوش الصدور فهم ما بياكلوش، عشان كده بتعمل لهم وراك. هروح اجيب الكوبايات. تسلميلي على الاكله الجميله دي. كويس. وانا مقدره كشافي. حلو جميل. حلو خش يلا. سلموا على متابعيني. ازيكم يا ناس؟ تعالي كده عشان مش تعالي. باينين. عاملين ايه؟ بصي ماشي كده شويه. بيقولوا لي يا اختي ان انا خرجت عليك واشتريت لك شقه. ايه ده انت اشتريتي وجبتك شقة؟ هنا. وجبتك هنا وحرمت محمد من امه. يا لهوي. ماشي؟ وصلت لحد حرمته من امه ازاي؟ ما هو قاعد في البلد معاه. بعد 19 سنه جواز. انا قعدت 14 سنة في الصعيد، فازاي بتقولوا على امي كده؟ خربت عليا ازاي؟ ما بيتي الحمد لله زي الفل وعايشين حياة الحمد لله مرتاحين. الله اكبر، اللهم صل على النبي. فالحمد لله احنا كويسين ومفيش الكلام ده خالص. وامي اشتريت لي شقه منين مثلا؟ هل اجبرت محمد ومسكت له السكينه وقالت له فرحانه لازم اصلا البنت تشتري اتجوزت في الصعيد وقعدت لازم في الصعيد. تشتري ولازم تجيب ولازم تعمل؟ لا مفيش حد بيعمل حاجه غصب عنه، يعني ما كانش تحت التهديد لما جابني هنا يعني والله. يا والله. يلا ماما تعالوا اتغدوا معانا عامله جميل جدا. فكل شيء يعني نصيب. محمد حب عليه الصراحه. حبيبي. انا عايزين اتحرقت عشان بطلوا الشوا يعني. حمرت لملك حته صدر. السفنج اللي بتقولي عليه هو ده؟ بص ابو يوسف جايب لي موز وجايب لي سفنج، بس هو السفنج اللي هو الصيني. يا فراش حتى السفنج بقى صيني يا ولاد. والله جبناه امبارح كان من السوق حلو قوي. لا انا نفسي في السفنج البلدي بتاعنا كده، اللي هو تلاقيه الحبايه صغيره كده وتلاقيها زي العسل. البلدي صغير عندنا؟ البلدي جميل. موز واحنا كده قاعدين في الضلمه متجمعين. يا رب دايما على خير. وماما لك بتتناقش. بصوا بص ابو يوسف، انا عايزه افهم انت مربي دقنك ليه؟ انا قلت لك احلق يا محمد، انا هشوف لك عروسه كويسه خليك ترجع شباب تاني. مش عايزاه يحلق ليه؟ انا بحب شكل كده. لا انا عايزاه يحلق ويتبع نفسه. لا الدقن دي وقار. وقار؟ شوفي الوقار. ليه من غير ده مش وقار ولا ايه؟ لا هو طول عمره وقار في وقار. وقار برضه، بس الدقن حلوه للراجل. ربنا يكرمك يا رب ويهدي سرك. كان بيحب يربيها. عليه افضل الصلاه والسلام. طب ماشي يظبطها زي محمد كده، ساعات بيقعد يظبطها كده، يظبطها ما تبقاش منكوشه. ما هي منكوشه دليل ان هو ايه؟ دماغه مش رايقه. فانت ايه ظبطها، بلاش تحلقها بس ظبطها. وشكرا على الحاجات الجميله، ودايما يا رب يا ابني حسك في البيت وما تحرمش منك ومن وجودك يا رب. شفتي مش قلتي لي هاتي لي الاكل ومحمد فوق الاكل؟ أيوة. هو لسه جاي النهارده على فكره. فقلت له بقول لك ايه، انت جاي النهارده يوم السبت ده بتاع ماما. أيوة. هي قالت لي لو محمد جه هاتيه فوق الاكل. فقال لي طبعا لازم نروح. خلي بالك هو اصلا اللي خلاكي تعملي لي يوم في الاسبوع. انا اشتكيتك ليه من غير ما انت تعلمي؟ لا والله. ايوه اشتكيته بس انا ما قلتلاش. قلت له ايه بقى؟ قلت له اللي قلت له. ما قاليش حاجه والله. ما انا عارفه، ما هو ابني مش هيقول لك طبعا. ايوه انتوا مصاحبين ولا كانك حماته.
بيقعد يقول لي ده امك دي كانها طب ما هي أم اختي سليم. الكبيره. لا، طب هي بالله عليك يا محمد اهو اديك حما كلام خالص. جه على سهوة، بيقولوا عليا ان انا حما ظلمه وحما جره ما انت مش وحما حما متسلطه. لا والله ما لا شفناش انت مش حما، انت ام والله. الله يكرمك، ربنا الله يدينا يكرمك، 16 الله يكرمك. 17 سنه ما حدش شافني بحاجه وحشه. الله يكرمك يا ابني. ربنا يديم المحبه والخير بيننا يا رب. وانت يا حنين اي حد يعني. الحمد لله الحمد لله، ادعي لهم ربنا يهديهم ويصلح لهم الحال ويطلعوا من حياتنا بقى اللي مش لازمين ينخوروا فيها. ما تركزيش. ركزي، سيب اللي يقول يقول، ما حدش عايش معانا ولا حد عارف حياتنا ايه احنا ولا عارفينك احنا انت ايه. اصل الظلم حرام، حرام ان الناس تظلم. الناس لو نزل لها ملك من السماء ماشي مش كله هيعترض عليه. أكيد طبعا. واحده يحبه 10 لا زي كده برضه. الرسول عليه كده. الصلاه والسلام مش كل الناس عليه اجتمعت الصلاة عليه. والسلام. في ناس اجتمعت عليه مؤمنه بيه ولحد وقتنا هذا في ناس مش مؤمنه بيه اساسا. سبحان الله. فما حدش بس ما حد نظلمش، خالص. ما نظلمش، مش مقتنع ان البني ادم لا، كويس ما في ناس- تظلموش. في ناس ظلم لو ما وحش. ظلمتش حد وقهرت حد ما تنامش مرتاحه. ايوه والله العظيم. سبحان الله، ده عندها مرض انا نفسي. كنت اعرف ناس تقول لي انا النهارده ما نكدتش على حد، نايمه مش طبيعيه، انا عايزه انكد على اي حد عشان انام مرتاحه. والله العظيم. ربنا يهديهم، ربنا يهدي. يهديهم ويصلح الحال النهارده. السكر فين؟ انت بتلفي حوالين نفسك ليه؟ السكر طب انا اديتك كيس السكر واديتك البرطمان، والله حطيتهم لك في المطبخ. ونشوف هتعملي شاي حلو. بصوا يا بنات، بعد ما خلصنا الغدا لمينا كل الاطباق، هتلاقيه بقى ورا باب الحمام. وشوفوا كمان حبيبه قلبي بره بتلم الاطباق والترابيزه، وجانا هي بتخلص المطبخ. الحمد لله ما فيش اطباق كتير زي ما انتم شايفين كده. انا اول باول لقيتي في المطبخ ومخليها صواني بس جواه. خدوا لي صورة عندكم ذكر. يلا بصوا الكشاف شكلي حلو يا بنات. ده بقى تيشيرت اسبريسو بس. بصوا بنعمل لكم على الاضاءه زي ما انتم شايفين كده. بصوا اهو، مرضيش انا قلت لها سيب المواعين لما بال ما يجي الدور، قالت لي لا يا تيتا انا هخلصها لك قبل ما اطلع. طبعا عندها مذاكره، ادعوا لها ربنا يوفقها ويكرمها. شو ايه؟ فين بقى اعمل في الباروبه ولا اعمل في الفرن؟ هنعمل في الغلايه اهو، في ميه سخنه بس هي تغسل لنا كوبايات نعمله فيها الشاي. قاعدين في الضلمه اه منورين. يلا نشوفكم على خير ان شاء الله. لو ما عملتوش لايك اعملوا لايك.